السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عاملين صينيه فراخ كده بالبصل المكرمل مع شويه رز بالشعريه كده على اصولها يا جماعه. ريحه البصل كده والفراخ في البيت وهي بتتحمر هتخلي البيت كله جعان، والرز المفلفل بالشعريه في مكان تاني خالص. اكله سهله وطعمها يجنن، هتعمليها في نص ساعه وتاكلي احلى غدا يفتح النفس. جربوها بقى بطريقتي وقولوا رايكم في التعليقات. واذا عجبتكم بقى يا جماعه ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انا اكلاتي سهله وبسيطه وشويه تريكات كده بتخلي الاكل يروح في مكان تاني خالص. اتمنى الوصفه تعجبكم باذن الله، ويلا بقى بينا ندخل على المقادير. اول حاجه معايا وركين، بس انتوا لو مزودين الكميه مثلا عاملين فرخه كامله اعملوا 4 بصلات. اما كان معايا وركين بس فعملت بصلتين بالحجم ده. بقطعهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده جوليان، وببدا بقى اقطع كل البصل ده زي ما انتوا شايفين معايا. لو حابين تكتروا البصل يا جماعه في الطريقه دي جميل جدا، وبيخلي طعم الفراخ معانا مسكره كده وجميل. ان شاء الله هتعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده قطعت البصل بالشكل ده، ونكون في نفس الوقت جايبين الفراخ ومحمرينها اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب بقى معلقه من السمنه ومعلقه من الزيت وننزل بقى فيها الفراخ بالشكل ده تاخد لون. لو انتوا مش حابين الخطوه دي عادي ما تعملوهاش، بس هي بصراحه بتخلي الفراخ طعمها حلو جدا. والطريقه دي كانت جميله يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده في صينيه او حاجه، او عندكم طاسه مثلا، وبعد كده نقولها في صينيه عادي مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده بحمر الفراخ. بنحمر الفراخ كده تحميره خفيفه يا دوب بس تاخد لون بالشكل ده. هي كده كده هتدخل الفرن وهتاخد لون من الشوايه بتاعه الفرن. ورشيت معانا شويه فلفل اسود كده بالشكل ده. وده شكل الفراخ. عايزين تدوها درجه اغمق من كده شويه مفيش مشكله. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. وهنبدا بقى ننزل معانا البصل كده بالشكل ده عشان يدبل ويتكرمل في الزيت بالسمنه واللي نزلت من البهاريز اللي نزلت من الفراخ بالشكل ده. نبدأ نحمر بقى معانا البصل يسيبه يتكرمل، بس ناخد باله منه عشان ما يتحرقش معاكم. وننزل بقى شوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح وشوية من البابريكا. وشفتوا البهارات بس بسيطة، وهي اللي هتخلي معانا طعم الفراخ دي كانت جميلة جدا. ما انتوا شايفين كده بفضل كل شوية اقلب في البصل ده عشان يدبل معانا كده اهو يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده امشوا بالخطوات مظبوط وان شاء الله تظبط معاكم وهتعجبكم جدا باذن الله. واهم حاجه اذا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولازم تعرفوني رايكم في التعليقات بقى يا جماعه. ماشي؟ زي ما انتوا شايفين كده عماله اقلب فيها كده بالشكل ده. اول ما تبدا تدبل معانا بس كده هعرفكم هنحط ايه وهنعمل ايه. خلاص البصل دبل معانا كده بالشكل ده. ننزل معانا كده 3 معالق من الصلصه او حسب الكميه اللي انتوا حاطينها برضو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الريحه بقى مش متخيلين الريحه عامله ازاي. طعم بقى يا جماعه هيطلع معاكم جميل جدا. طبعا هي ما بتتعملش بخضار ولا اي حاجه، بس انتوا لو حابين تزودوا كوسه بطاطس اللي انتوا حابينه، اي خضار حابينه تحطوه. انا حطيت هنا بطاطس كده. لو انتوا عايزين تسيبوها بالبصل كده عادي، هي بتطلع اصلا الصوص بتاعها بيكون جميل جدا. بس انا عشان الولاد لازم ياكلوا اي خضار بدات احط البطاطس كده. زي ما انتوا شايفين كده هناخد بقى شويه من الطماطم والصلصه اللي هي نازله دي ونحطها على وش الفراخ. يعني انا كده كده هنكرر الخطوه دي وهي داخله الفرن، ونسيبها بقى نغطي عليها وعلى نار هاديه بقى هتستوي على البوتاجاز من غير فرن ومن غير اي حاجه خالص. هنعمل بقى معانا رز بالشعريه. هنجيب كده حله على النار وننزل فيها معلقه من السمنه وشويه من الزيت بالشكل ده. هقول لكم في الرز كده تركية بتخلي معاكم الشعريه كلها لون واحد. زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده تاخد كلها نفس الدرجه يا جماعه، وبتكون طعم الرز مفلفل وجميل اهو زي ما انتوا شايفين. والتركية بقى هتحطوا بقى شويه من الملح مع الشعريه كده وهي بتتحمر، بتخليها كلها تاخد نفس الدرجه معاكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. احنا طبعا هنحط ملح تاني، بس شويه الملح الصغيرين دول خلوا معاكم الشعريه تاخد كلها لون واحد ودرجه واحده كده. نفضل بقى نقلب في الشعريه بتاعتنا، واهم حاجه ما نشيلش ايدينا منها خالص وناخد بالنا منها عشان ما تتحرقش معانا. اكلات شعبيه بسيطه وسهله كده، اتمنى تعجبكم باذن الله. هنقلب بقى في الشعريه ده كل شويه كده. هنبدأ بقى خلاص الشعرية بدأت قربت كده تاخد اللون الدرجة الحلوة كده. زي ما انتوا شايفين معايا اهو الدرجة بتاعتها دي جميلة جدا. ولسه عشان هي الشعرية بتتفتح لونها بيفتح شوية فما بتحط الرز والمية، فلازم نغمقها شوية كده. زي ما انتوا شايفين الدرجة دي
اهو خلاص هنبدأ بقى ننزل بقى بالرز. والرز طبعا مش قادرة اقول لكم المقادير الشعرية او الرز عشان حسب الكمية اللي انتوا عاملينها معاكم اهوت. بس هوريكم مقدار المية يكون ازاي عشان الرز معاكم يطلع مفلفل وجميل. الرز المفلفل بيكون احسن من الرز المتعجن ده وبيخلي طعم الاكل جميل جدا. واهم حاجة في الخطوة دي نسيب الرز كده مع الشعرية لما يتغلف كده حلو بالزيت اهو. نبدأ بقى ننزل المية، هوريكم بقى سمك المية بيكون ازاي. يا دوب بس كده مغطي الرز بالشكل ده اهو. هنزود بس حاجة بسيطة خالص ويدوب الرز كده ايه يكون ظاهر من المية يعني. وبنوطي عليه اول ما يبدأ المية اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هنبدأ بقى ننزل عليه كمان شوية من الملح ونشوف لو ناقص ملح او محتاج ملح نحط عادي. وخلاص كده المية بدأت تتشرب بنوطي عليها النار ونسيبها بقى على نار هادية بتستوي. خلاص ده شكل الفراخ استوت معانا وبقت طريه ودايبه كده وجميله. ومنزله الصوص شايفين شكله عامل ازاي واللون بتاعه عامل ازاي جميل جدا يا جماعه اهو. ببدا اخد منه كده واحط منه على الفراخ بالشكل ده وندخلها بقى نحطها على الشوايه كده على نار هاديه. الفراخ وشها هيتحمر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله كانت دايبه وجميله يا جماعه وطعمها خطير. اتمنى تعجبكم باذن الله اهو زي ما انتوا شايفين كده. والصوص ما شاء الله شكله جميل واللون بتاعه عامل ازاي اهو. ما شاء الله البابريكا هي اللي مديها الفراخ كده اللون الجميل ده. والرز معانا اهو دايب وجميل جدا ومفلفل كده. والفراخ ما شاء الله ماسكه نفسها وفي نفس الوقت دايبه. والبطاطس دي كانت حوار تاني مع البصل يا سلام. اتمنى الوصفه تعجبكم يا جماعه. بالله عليكم لو جربتوها قولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. شايفين ما شاء الله البطاطس كده كانت دايبه وخطيره. هوريكم برضو دلوقتي اهو. والبصل ده كان جميل جدا. انتوا عايزة على فكرة زي ما قلت لكم قبل كده تعملوها بس بالبصل بس بتكون جميلة جدا. البطاطس ما شاء الله دايبة ازاي والفراخ كان دايبة كده وجميلة ولونها جميل مع الرز بقى المفلفل كده. يا سلام على الاكلة دي. اتمنى الوصفة تعجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.